بسم الله. حبايب، بالنسبة للكعك عندي البارحة نزلت الفيديو مالته. هاي النتيجة مالته النهائية. شوفوا الكعكاية شلون من داخل بيضة وحلوة، يعني تذوب بالحليب قبل. هاي الشكل الثاني البرازيلي، والشكل الثالث اشتغلته هذا الأقراص هيك. اللي يريد يشتغل مقادير أكثر يضاعف الخلطة. تمام. هسه راح أشغل لكم كيلوين طحين. هذا كيلوين طحين ما يعادل تقريبا 6.5 13 كوب. الكوب القياس، الكوب ذنيك الكواب القياس، الكوب الكبير 13 كوب طحين. تمام. هذا الطحين الصفر، كربلة، رحمة، لآش، ذني يشتغلن كليته. هنا الدهن الجامد او زبد الجامد او زبد المعجنات، دهن المعجنات له اكثر من تسمية وايد. فاني هاي الكرتونة مالته اشوفكم اياها، هذا اسمه الدار، واكو نوعية اسمها اورام، واكو هاي نوعيات. هذا الزبد جدا راقي بالشغل، فراح نخلي كيلو. الكيلو يعادل تقريبا 5 كوب قياس، 5 كوب قياس. اذا تريد تغير الزبد بالدهن عادي مو مشكلة، تخلي 4 اكواب دهن، 4 كوب دهن. عندنا هنا هذا القياس تقريبا 15 مل، اقل من عنده امونيا. هاي الامونيا. وهنا عندي فانيلا ملعقة تقريبا مال كوب، هاي الفانيلا. وهنا عندي نص كوب حليب، نص كوب حليب. هسه هذني شنو؟ هذني كلهم ندهن بالعجانة، نعجن هنين عجن باليد بس يتعبن شوي لين الزبد قوي مو الدهن. ذبن بالعجانة نعجنهن، ونذب فوقاهن الشكر نذوبه بالمي ونذبه خيط، يعني هيك ينزل شوية شوية حتى يتلابس ويا العجين. تابعوا الفيديو هسه شرحه. نذبه بالعجانة كله. هذا كيلو قياس ثابت، كل كيلو طحين نص كيلو زبد. تمام. وهذا الطحين كيلو، وين قلنا 13 كوب. نجي على الفانيلا والامونيا والحليب. خلنا نعطيكم اياها بالوزن، نشتغل بالوزن بعد يعني افضل. كيلو طحين، كيلو زبد، الفانيلا قلنا رشة فانيلا، الامونيا 12 غرام عدل، 12 غرام عدل، والحليب نص كوب يعني 50 غرام. هسه ذني راح نعجنهن بالعجانة ونروح نحضر الخليط. هذا اللي كلهن هسه بالعجانة نعجنهن ونحضر المي والشكر. هسه هذا زبد والطحين والحليب والشكر. هسه نعوف نعجن الحيل، نحضر المي والشكر. هسه شكر نخلي 400 غرام شكر. هذا كوب، راح نشوف ايش قد يطلع بالوزن مالته. احنا مصفرين هاي الطاسة، نخلي بيها كوب 264. هذا النص بس مو ترس. ها تمام، كوب ونص عدل. هذا كوب ونص عدل شكر. هسه نخلي عليه كوب كامل مي. هذا الكوب القياس. هسه هنا كوب ونص شكر وكوب مي. شكر 400 غرام، والكوب المي 250 غرام، ربع كيلو. شوف راح اشوفكم العجينة قبل لا ادير عليه المي والشكر. شوف العجينة، هاي عجينة قبل المي والشكر شلون كلها تلابست. طحين ضاع. هسه نشغل وندير المي بالتدريج. هذا المي هسه العجينة كملت. طبعا بالمي والشكر ما تنعجن هواي، يعني هيك تقريبا دقيقة ونص دقيقتين تشدون عليها، بعدين تلم بالايد. هنا شوف العجينة شلون صارت حلوة.
هيك حلوة وطرية. تشتغلوها اصبع وتشتغلوها البيروتي هذا المدور وتشتغلوها البرازيلي. خلينا نسحب العجين ونحضر السمسم. هذا السمسم طبعا انا محمص. شلون محمص؟ يتخلى بجدرية وينشغل جوا ناصي وظل يعني تقريبا مستمر لما ياخذ هيك لون. هذا شو اسمه مال البارحة اللي زاد خليته بالثلاجة هسه خبرته وياه. راح اذب عليه شكر وحليب وبعدين اخلي مي وافركه. راح اعلمكم عليها يعني سهلة. شوف قوام السمسم شلون يطلع. اللي يشوف السمسم هواية عادي هو اللي يزود راح نضمه احنا تقريبا. اما اذا انتم تشتغلون بالوزن فهي تاخذ تقريبا 750 غرام الى كيلو السمسم، فتشتغلونه بالوزن. انا اللي يزود عندي راح اضمه ومن اشتغل باكر اجيبه ويا هذا واخطه. المهم واكو ناس تشتغل بس وجه، يعني بس هذا الوجه هيك سمسم وهذا يظل بدون. انا اشتغلها كامل. واكو ناس تشتغلها بدون مي زايد، مي قليل، واكو ناس تكثر مي، واكو ناس تشتغل. احنا نشتغل على الوسط حال مود السمسم يصير بهذا الشكل بالتأكاية. شوف شلون نشلب. تابع عشان راح اخلي الحليب ياخذ هذا 100 غرام عدل، يعني كوب قياس. ياخذ كوب قياس ونص كوب شكر. هسه واحد يقول لي شنو فائدة الشكر؟ الشكر على مود السمسم يتشلب، بس مي ما راح يتشلب. يصير شلون الشيره ويا المي. هذا الشكر. شنو فائدة الحليب؟ الحليب اول شيء ينطي لون. هو مو ماخذ لون بس على مود ينطي لون النوب زايد. هذا الحليب. المي مو قياس، المي نظري. شو نسوي احنا هسه؟ قبل كل شيء نخبط لين نسوي. المي قلنا نظري مو قياس. شفناها قوية نكثر مي. بسم الله. الكعكاية يعني من تختار على السمسم تاخذ سمسم بصورة صحيحة. هاي العجينة بعد ما طلعناها من العجانة. العجينة شلون سلسة وحلوة. احنا ناخذها نعجنها بالايد شويه قبل لا يعني نبدا نكور بيها او نقطعها. هسه مثل هاي اصبع هذا الحجم. تريدوها برازيلي تصير اكبر. هيك شكل البرازيلي. هسه هذا اصبع هذا برازيلي. البرازيلي اللي هي هاي شوف هيك الصينية وتتصفط. هذا برازيلي. اصبع هذا الاصبع شوف ايش قد اخذت سمسم. صفت هيك بس ايش قد اخذت سمسم. هسه نجي